بس لو هتقارن اهلي وزمالك فلا كوكا. مقارنه سريعه بين تشكيله الاهلي والزمالك بعد رجوع الدوري المصري، جاهز؟ تمام جاهز. محمد الشناوي ولا محمد عواد او صبحي؟ والله انا شايف ان الفتره دي شوبير يعني اعلى من كل ده. شوبير. مصطفى شوبير طبعا. احمد الخضري لاعب الزمالك الجديد ولا محمد هاني؟ اعتقد في المركز ده محمد هاني افضل. محمد هاني مقدم اخر فتره مستوى عالي جدا مع الاهلي ومع المنتخب برضه ظهر في كل الماتشات بشكل اساسي، فانا شايف ان هو اختيار كويس جدا محمد هاني طبعا. الونش ولا ياسر ابراهيم؟ ما اعتقدش ان انا ممكن اختار حد فيهم، الاثنين كويسين بصراحه، يعني لو اخترت حد ابقى بظلم الثاني، فالاثنين كويسين اعتقد. ياسين مرعي ولا السيد اسامه؟ وما تسالنيش من ده. هو انا اعرف ياسين مرعي، ما اعرفش السيد اسامه بصراحه، فياسين مرعي طبعا ده كده كده. كوكا ولا فتوح؟ بص هو انا شايف ان فتوح كويس وخبره وبيلعب من زمان، انا بحكم ان انا اهلاوي فاختار كوكا بصراحه. كوكا طلعه حلوه، هو صغير في السن، طلعته حلوه، اعتقد ان هيبقى ليه مستقبل كويس في المركز ده، ولا كوكا بصراحه. مروان عطيه ولا محمد اسماعيل؟ ومش عارف ليه محمد اسماعيل بيلعب في المركز ده. هو انا للحقيقه ما اعرفوش اصلا يعني. محمد اسماعيل خامه كويسه جدا، لسه شاب صغير، ليه مستقبل كبير قوي قدام، لكن اكيد مروان عطيه علشان انا اهلاوي وعلشان الخبره وعلشان اهلاوي. يوسف وائل ولا امام عاشور؟ لا انت بتقارن ايه؟ يعني امام عاشور هو نمبر 1 حاليا في مصر بالنسبه لي وبالنسبه لكل الناس اعتقد اللي بتتابع كوره. يعني امام عاشور طلعته حلوه جدا، اتمنى انه يفضل في الاهلي وما يبوظش الدنيا بالاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره، فامام عاشور طبعا. ادم كايد ولا محمد بن رمضان؟ محمد بن رمضان. ده بالنسبه لي يعني مهاره بتلاقي، لعب فردي بتلاقي، تسديدات بتلاقي، فانا شايفه بصراحه كويس جدا يعني. شايف ان هو خامه حلوه. جدا. احمد سيد زيزو ولا بزيرة؟ هو احمد سيد زيزو بالنسبه لي افضل. مستواه الحالي هو معلش تراجع شويه، بس ممكن يكون متوتر شويه من الضغط اللي كان عليه في المنتخب اخر فتره، بس اعتقد ان هو خامه كويسه يعني، مش من الناس اللي بتتهز. ممكن الموضوع بالنسبه له يبقى نفسي او معنوي ايا كان الضغط اللي حصل عليه، بس انا شايفه لعيب كويس جدا يعني. برضو ممكن نقول هو تاني حد بعد امام عاشور. محمود تريزيجيه هداف الدوري ولا احمد شريف؟ تريزيجول طبعا. بص يعني ما فيش حاجه توصفه بصراحه، من الناس الرجاله جدا في الملعب، يعني بينزل بيعمل اكتر من اللي عليه، حتى لما بتبقى الفرقه كلها واقعه هو ما بيتاثرش خالص بالموضوع ده، ممكن يشيل فرقه لوحده. بينزل طبعا لما بيبقى تبديل او كده لا بيفرق جدا في التشكيله. ما فيش كلام ممكن يوصفه يعني، ده الحب كله ده. عايز اقول حاجه اتفضل. يعني دايما المقارنه اللعيبه اللي انت بتحطها بلاقي خبرات جامده قوي مع ناس لسه مش ذنبي، الزمالك هو اللي ظروفه وحشه اليومين دولت. ان شاء الله تتحسن يعني. احنا كلنا مصريين طبعا ونحب النجاح لكل الانديه المصريه، فبعيدا عن ان انا اهلاوي يعني كل التوفيق لنادي الزمالك، ويا رب يبقى احسن الفتره الجايه. وضعي الدباغ ولا مروان عثمان؟ فانا شايف المقارنه برضو يعني مقارنتك هتبقى دلوقتي في وقتنا هذا مروان عثمان. مين اللي هياخد الدوري السنه دي؟ الاهلي. بص دايما الاهلي علشان بحكم يعني في بدايه الدوري او لحد اخر الدوري بيبقى دايما تحت شويه في الترتيب بسبب البطولات اللي بيبقى فيها، ان كان دوري ابطال افريقيا او اللعيبه اللي بتشارك والكاس والسوبر وبلا بلا. بالظبط، فبيبقى ليه ماتشات كتير جدا متاخره، بمجرد ما بيحصل الماتشات دي لا بيطلع توب طبعا وبياخد الدوري كل سنه يعني، مش محتاجه كلام ده. يعني مين اللي هياخد الدوري؟ سيد اسير القاره الاهلي. ده كده كده.